السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ومشاهدي لندن ميديا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار. نستضيف لكم في هذه الحلقة عمدة بلدية المداح عبدي والأم حيحم. أهلا وسهلا بك على شاشة لندن الصغيرة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. أهلا وسهلا بكم، شكرا. ومعنا أيضا المدير الناشر لموقع مراسلون سيدي محمد بن. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة وعلى مشاركتنا في هذه الحلقة. عنوان حلقتنا الليلة: ما تداعيات مقتل السجناء السلفيين في الشمال الموريتاني. لكن مبدئيا مشاهدين ومتابعين، دعوني فقط أن أهنئ مدير موقع مراسلون على السبق الإخباري وعلى متابعته لحيثيات هذه القضية منذ اليوم الأول رغم شح المعلومات ورغم انقطاع الإنترنت. دعني أبدأ مع السيد العمدة. أريد أن نسأل بداية هذه الحلقة، لا نريد أن نعيد بعض المعلومات المنتشرة الآن يعلمها يعني الكثير من الموريتانيين المتابعين على وسائل الاتصال. أريد أن أعرف منك كيف قمت بالتنسيق الأمني عند أول وهلة عندما أتتك الأخبار. كيف تصرفت؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم، شكرا. أحييكم وأحيي متابعينكم الكرام. ما يتعلق بسؤالكم، القضية كانت قضية عادية، لأن إحنا كبلدية وأنا كعمدة كضابط شرطة قضائية وكوكيل دولة في حيز جغرافي معين أتعاطى مع الساكنة وأقوم بالتحسيس على ضوء التعليمات الأمنية اللي تقدمها اللجنة العليا اللي هي الفراغ بالأمن من خلال الولاية ومن خلال المقاطعة، وإحنا على صلة بها دائما، وبالتالي من واجبنا التحري ومن واجبنا أن نعود يقظين ونعود دائما على صلة بالمواطنين، وبأي شيء ملفت للانتباه نحسوا به ونبلغوا عنه يتخذ السلطات الأمنية والإدارية إجراءاتها في الوقت المناسب. أنا في يوم قبل وقوع الحادثة أشعرني أحد الساكنة بهذه القضية بأنه فيه تصرف، والله فيه سيارة ما هي طبيعية، وقمت بالتو بإبلاغ السلطات الأمنية والإدارية، وهي أيضا قيمت المعلومة وتحركت تصرفت على أساسها في الوقت المناسب. واضح. شكرا جزيلا لك. دعني أنقل هذه الصورة إلى سيدي محمد بن. محمد، هل انطلاقا مما ذكر العمدة أنه منطقيا أنه ينبغي أن يكون العمدة على الأقل في ظل الصورة الحالية هناك من يتحدث عن تنامي لظاهرة الإرهاب أو عودته إلى موريتانيا أو ما يحدث في منطقة الساحل يلقي بظلاله على موريتانيا؟ هل ينبغي أن يكون العمد مثلا على قدر عالي مثلا من الحس الأمني أو لديهم تنسيق كما غير معروف سابقا؟ تفضل. أشكركم على هذه الفرصة، وشكرا أشكر السيد العمدة على المشاركة في البرنامج، وأرجو لكم التوفيق على منبركم الإعلامي المميز. أولا، ليس جديدا أن يساهم منتخبون ومواطنون في موضوع محاربة الإرهاب. ولاية أدرار شهدت حالات من هذا النوع. أنا أذكر سنة 2010 عندما وصل بعض الإرهابيين إلى قرية تنوشرت، وهي قرية ما بين شنقيط ووادان، وباتوا فيها ليلتهم، وتم إبلاغ السلطات حينها بالموضوع رغم أنهم لم يقتلوا أحدا في تلك الليلة، رغم أنهم أقامت لهم سيدة عشاء دون أن تعرفهم. ولكن ما إن خرجت مجموعة حتى وصل الخبر إلى السلطات العسكرية، وتم تعاقبهم في تلك الفترة حتى ما كان بعيد خارج البلاد.
إذن ما قام به العمدة هو يمليه عليه ضميره المهني والوطني، وما قام به المواطنون في بلدة مداح في مختلف قرى بلدة مداح هو حس ننظر إليه كحس أمني وحس وطني عالي. لا أتقاطع معكم في ربما الوقت مبكر على التقييم حالة إرهاب بريطانيا. نحن الآن ما نزال في أول الأيام الأولى لعودة هذه الظاهرة. صحيح. عافية ربما من سنوات، وربما في غفلة عن هذا الموضوع. الآن تحقيقات سنقيم مستوى التحدي. المؤكد أنه تحدي قوي، خاصة حينما نشاهد خرج بها هؤلاء من السجن، المسدس كاتم الصوت، السيارة الفارهة كبير، والمبلغ المالي الذاتي 2,000,000 أوقية بحوزتهم، عشرات شرائح الموجودة، الهواتف الذكية الموجودة لديهم. يعني هؤلاء حضر لهم تحضيرا، وهناك تخطيط وهناك وسائل مادية قوية. إذن أيضا ربما كانت هناك تفكير في نواحي أخرى أقوى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. رحم الله شهدانا الأبرار من الحرس الوطني الذي مات في ساحة شلخة، لا أعرف يصلح لي العمدة، وزدق الجبل الذي مزدق. أنا لدي مكتوب وتعامل هذه واضح. عفوا زرت بلد متصدع، وأعرف أسامي مختلف القرى، ولكن هذه منطقة لا يسكنها الناس. شكرا. واضح. شكرا جزيلا لك. اسمع، أعود إليك سيد العمدة. حينما ننطلق من أين انتهى ضيفنا الكريم سيدي محمد، يقول وأنا قرأت له على موقعه وكذلك على الفيسبوك ضمن يعني استقصائه للعملية بشكل كبير، وذكر الآن أنهم قامت لهم سيدة عشاء، وأنهم أمضوا ربما ليلة أو 2 أو 3. كيف ننظر إلى طبيعة السكان في هذا؟ نعم. عفوا. نعم. زميل تحدث عن تنوشرت 2010. تحدث العشاء 2010 في تنوشرت. طيب فهمت أنا. شكرا لك على التصحيح. فهمت أنا الموضوع فقط بطريقة، يعني فهمت أنك تتحدث عن هذه العملية. شكرا جزيلا لك على التصحيح، وأنا آسف جدا على هذا الخطأ. دعني أنتقل إلى العمدة. سؤالي يعني ما طبيعة السكان المحليين في تلك المناطق؟ ودودون اجتماعيون يعني بشكل كبير، يعني لا يلفتهم، يعني لا ينتبهون لأشياء مثل هذه. وهل يمكن أن نقول أن السلفيين الذين قتلوا قد يكونوا فعلا تأكيد أنهم أمضوا ليالي هناك 2 3 على غرار التصحيح الذي ذكر زميلي سيد محمد؟ تفضل. في البداية أصحح، لا أتقاطع معك القول بأنهم سلفيون، هم إرهابيون. تصحيح المفهوم دقيق، هم إرهابيون وليسوا سلفيون. أيضا أريد أن أقول في بداية هذه المقابلة أن أشكر رئيس الجمهورية على وسام الشرف الذي قدمه اليوم للشهداء الثلاث في القصر الرئاسي، وتقديم لهم أيضا العزاء لأسرهم. فهذه خطوة أمتن لها ويمتن لها الشعب الموريتاني بشكل عام، وأيضا أقدم عزائي لشهداء الضحايا. أريد أن أقول أيضا أن هذه العملية الإرهابية لست هنا لأقيمها، لأني لست معنيا بالجانب الأمني، لديه الجهات المعنية به. فقط أريد أن أقول بأن الأمور اعتيادية في موريتانيا بشكل عام، لأن هذه عملية خاطفة، وهم سجناء تمكنوا من الفرار. الآن قتل 3 منهم، تم السيطرة على الآخر. الأمور رجعت طبيعية، ليس هناك أي داعي لأن تكون هناك، لأن أخشى من أي شيء إرهابي. الأمور رجعت طبيعية، وهناك لجنة وطنية تنسق هذه الأمور وتقوم عليها.
فيما يتعلق بالجزء من سؤالكم عن طبيعة السكان في الموريتانيين، السكان المنطقة المعنية أي منطقة المصيدي في المداح رقبة أدراب تقليديا، تعرف منطقة رقبة أدراب تقليديا، منطقة ضمن مناطق الريف الموريتاني، سكان ودودون، سكان طيبون، لكنهم أيضا فهم يقظة وفهم فطنة، هم السكان على مستوى معين من الوعي، قرى نائية لكنها على مستوى معين من الوعي وعلى مستوى معين من الانتباه، وهذا هو اللي جعلهم يتعاملوا على الموضوع بشكل سريع. واضح. فقط أريد واضح أسمعك بشكل جيد. فقط أريد أن أذكر على أن هناك جدل كبير قائم، هل نقول سلفيون أم نقول إرهابيون؟ هل نقول استشهاديون يعني شهداء أم نقول قتلى؟ يعني نحن كجهة إعلامية فقط ننقل المعلومات أو المصطلحات التي تذكرها الجهات الرسمية وتذكرها المواقع الرسمية، لا يمكن أن نطلق أحكام على أي جهة. هذا فقط من باب التذكير، وأننا نقلنا هذه المفردة كما كتبت في البيان وكما جاءت ضمن سلسلة تقارير تتحدث عن الموضوع في سياقه التاريخي. دعني أعود إلى ضيفي سيدي محمد مرة أخرى. كيف هو الواقع الأمني والسياحي في هذه المنطقة قديما وحديثا، النشاط السياحي مثلا والنشاط الأمني في هذه المنطقة؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن النشاط الأمني، هذه منطقة بلدية المداح والعمدة هو خير من يتحدث عنها. لغير العارفين بالمنطقة، هي تمتد ما بين مقاطعات ثلاثة في 3 ولايات. المقاطعة المركزية أو جفت وهي جزء من هذه المقاطعة، مقاطعة أبجوجة عاصمة ولاية الشيري، ومقاطعة بوتلميت الموجودة في ولاية ترارزة. هذه البلدية حدودها هي هذه. القادم لها يجب أن القادم الطبيعي، لا أقصد المجموعة هذه، القادم الطبيعي يجب أن يتجاوز أبجوجة بحوالي 40 كيلومتر أو 60، يمكن أن يصحح لي العمدة، مهم، أو 100 كيلومتر. سيد العمدة، المهم أن يتجاوز عشرات كيلومترات ثم ينحرف على اليمين حتى 25 كيلومتر على محور أطار أبجوجة، 25 كيلومتر ينحرف يمينا، ثم يدخل مسافة ربما 20 كيلومتر أو ذلك، ثم يأتي إلى سلسلة قرى في قراءة تفرس معروفة، تبدأ بكراع الشرفة أو أزويقة. وأزويقة هذه منطقة سياحية وهي تحمل الصورة الشهيرة، فيها كثبان عالية وتحتهم نخيل ومشاهد رائعة وتروق للسواح، ولكنها قريبة من، ربما لا أعرف إن كان فيها اتصال الآن، ولكن قريبة أيضا من الطريق المعبد، وبالتالي قد لا تكون محببة لدى هؤلاء. ثم تأتي سلسلة القرى الصافية وأرشي، إرش التلي، إرش القبلي، ثم نصعد إلى المداح عاصمة البلدية، وهو قرية جميلة جدا جدا، وادعة بها نخيل ممتاز ورمال آسرة. ثم بعد ذلك بلدية مزماز. هذه البلدة فيها قلتة مشهورة وهي نائية بعيدة جدا عن الطريق المعبد. هنا التقى صاحب السيارة بهذه المجموعة، لا أعرف هل كان يبحث الآن، ربما موضوع أصبح متداولا، يمكن أن تداوله، يجب أن نتداوله ونكون صريحين. وهي هدية لمنصتكم. أعتقد أنا في تقديري، شكرا، تقديري أن هؤلاء الإرهابيين، وأنا يمكن أن أصفهم بالإرهابيين لأنهم قتلوا حراسا عزلا وغير ذلك، تقديري أنهم كانوا يبحثون عن غنائم متعلقة بالسياح الأجانب، واختاروا هذه المنطقة البعيدة، قلت تمازماز، لكي لا يصلهم، يتم التبليغ عنهم بسرعة. وكثافة السياح في منطقة تمازماز ليست مثل كثافتها في أزويقة وفي المداح، خاصة أزويقة اللي منطقة سياحية. أزويقة قريبة من الطريق المعبد وربما قريبة من الاتصال،
ويمكن التبليغ عنها بسرعة. هم خططوا بعناية، ولذلك نجد من يتحدث أنه التقاهم يوم الأربعاء، التقاهم يوم الخميس، التقاهم يوم الجمعة. المؤكد أن يوم الخميس والجمعة هناك من يتقاهم، لنترك الأيام، لأن هناك من يتحدث ربما لا يضبط الأيام بدقة. الخميس والجمعة كان أمضوا ليلتين، ليلة الخميس وليلة الجمعة في المنطقة، وهذه الفترة 48 ساعة يمكن أن توصلهم إلى أماكن بعيدة. كانوا يبحثون عن، في تقديري الشخصي أنهم كانوا يبحثون عن غنائم يقدمونهم لقياداتهم، غنائم. تعرفون أنه في سنوات سابقة تم صحيح الغرب قام بفدية رهائن غربية. صحيح. اسمح لي ضيفي الكريم، وعذرا على المقاطعة، لأنقل هذه الصورة إلى العمدة فقط من ناحية جغرافية، رغم أني كنت سأعود إليه بحكم أنه عمدة ويعلم الكثير من التضاريس والجغرافيا الموجودة في هذه المنطقة. برأيك سيد العمدة، لماذا برأيك يتوجه هؤلاء الإرهابيين إلى هذه المنطقة بالتحديد، رغم أنها مساحات شاسعة مترامية، رغم وجود رمال وعرة وطرقات وعرة، وحسب ما قرأت على صفحة ضيفنا سيدي محمد بالأعمش أنه التضاريس يعني مجموعة سكانية قليلة ثم تمشي مسافة بعيدة جدا وتأتي مجموعة أخرى من السكان. لماذا برأيك توجهوا لهذه المنطقة؟ تفضل. لن أسلم بكم مرة أخرى. في الحقيقة لا يمكن أن نفسر لك الطريق اللي على أساسها اختار الإرهابيون أنهم يمروا من هذا الطريق، لأنه هذا عنده أشخاص مختصين فيه أمنيا أنهم أدرى بذلك. لكن لتصحيح جلسة مزماز السياحية بينها 15 كيلومتر مع المكان اللي لاذ فيه الإرهابيون بالفرار. أعتقد أن الإرهابيون حسوا بالمضايقة وبالمتابعة ولجأوا بدون حسابات، لجأوا إلى وادي زدق وإلى الهطار فقط. لا أعتقد أنه هناك هدف بالتحديد، لأنه الأماكن السياحية بعيدة كل البعد من المكان الذي وقعت فيه الملاحقة. هم يعرفون أنهم ملاحقون وأنهم تحت أعين الأمن الموريتاني، أن الأمن يترصدهم، وبالتالي ما كانت لا أعتقد أن لديهم أطماع في ما ذكر الأخ سيد محمد. أعتقد أنها صدفة. واضح. طيب ما طبيعة السكان الآن بعد هذه العملية؟ وهل حدثت عملية مشابهة يعني الآن؟ هل تشعر أن هناك خوف في السكان، هناك هواجس ربما؟ كيف يتداول الناس هذه الأخبار برأيك؟ شكرا. الآن الأمور، وأشرت إليها قبل هذا في بداية المداخلة، الآن الأمور طبيعية. السكان يشعرون بالأمن التام، هم على صلة بالجهات الأمنية، وهم أيضا مرتاحون، وبالنسبة لهم هذه قضية عابرة وانتهت، وليس هناك أي داعي وليس هناك ليس هناك أي خوف ولا ذعر في السكان، لا في المصيد القرية القريبة من المكان الحادثة، ولا في مزماز، ولا في تنموت، ولا في تجمع القرى عاصمة البلدية، ولا أيضا في تجمع إيرش ولا البليتات إيرشات ولا البليتات، ولا في تجمع قرى قراب تفرس. ضواحي البلدية بشكل عام السكان مرتاحون، وليس هناك أي داعي للذعر. طيب شكرا. دعني أنتقل إلى ضيفي سيدي محمد. سيدي محمد، بناء على الفرضية التي قدمت، ولست بالمناسبة الوحيد الذي قرأ هذه القراءة، أنا أيضا أتفق معك فيها وكثير من المشكلون أو المراقبون لهذا الوضع، هل تعتقد أنه ربما تقوم الدولة الموريتانية الآن بتوجه عسكري هناك في هذه المنطقة من خلال تعزيزات أمنية أو شيء، أو إغلاقها ربما لفترة معينة؟ هل هذا السيناريو محتمل؟ أن مثل هذه الحوادث تحدث نادرا مرة واحدة، والطريقة التي يفشل تجاوزها لا تسلك مرة أخرى. كنت أتحدث قبل قليل عن حادثة حصلت سنة 2010 في منطقة نوشرت. هذه لم يعد إليها الإرهابي مرة أخرى. أنا أعتقد أنها مرة واحدة عابرة، ولكن في تقديري وكل الإشارات تشير
أنهم يبحثون عن غنائم في هذه المنطقة، لم يتجهوا إلى المنطقة التي تحمل كثافة خوفا من الأمن مثل ترجيت أو مثل شنقيط وغير ذلك. هنا بالأمن